هل سمعت يوما عن كتاب يقال إنه يكشف أسرار الكون؟ كتاب يستطيع أن يخبرك بما كان وما سيكون وما سيحدث بعد 1000 عام. كتاب لا يجب أن يفتح ولا يجب حتى التفكير في مكانه. هذه هي أسطورة كتاب تحوت، أخطر كتاب في تاريخ مصر القديمة. في البرديات المصرية نجد إشارات غامضة لكتب كتبها الإله تحوت بنفسه، إله الحكمة والسحر والكتابة، كتب لم تكن للبشر. يقال إن أخطر هذه الكتب دفن مع ملك قديم داخل قبر مخفي في أرض لا يعرفها أحد. كتاب يخبرك بالحقيقة كاملة، والحقيقة لا يتحملها عقل بشري. لكن قبل 3000 عام كان هناك من لم يستمع للتحذير. اسمه نيفرحت، كاهن شاب في زمن رمسيس الثالث. كان مهووسا بالمعرفة، يريد أن يعرف ما لا يعرفه أحد مهما كان الثمن. وفي ليلة هادئة وجد نقوشا داخل معبد تحوت تشير إلى الممر الذي يرى ولا ير. اتبع الإشارة حتى وصل إلى غرفة مغلقة منذ مئات السنين. على الجدار تحذير محفور: لا تبحث عن كتاب يفتح عينيك قبل أن يفتح قلبك. تجاهل التحذير، وتقدم داخل الصحراء بحثا عن قبر الملك بعد شهور طويلة من البحث. من تتبع النقوش وقراءة البردية، وقف أخيرا أمام المكان الذي يخشاه الجميع. قبر يقال إنه يحمل سر آلهة قديمة. كان القبر مغطى ب3 طبقات من الفخاخ، كل طبقة وضعت لتحمي سرا لا يجب أن يعرفه بشر. وعندما وصل أخيرا إلى غرفة الدفن، وجد صندوقا صغيرا من الذهب عليه ختم تحوت، عين مفتوحة لا ترمش. فتح الصندوق، لم يجد كتابا، وجد لوحا واحدا محفورا عليه: من يعرف كل شيء لا يعود يرى شيئا. ثوان بعدها اشتعل جدران القبر بنور غريب، ورأى الكاهن ما لا يمكن لعقل أن ير: سقوط ملوك لم يولدوا بعد، مدن تنهض، مدن تنهار، وحروب بين قوى لا يفهمها البشر. خرج وهو يصرخ، عيناه مفتوحتان لكنهما لا تبصران شيئا. وعندما عاد إلى المعبد لم يكن يتذكر اسمه ولا تاريخه ولا العالم من حوله. قال الكهنة: تحوت أخذ عقله وترك جسده. ومنذ ذلك اليوم أغلقوا القبر إلى الأبد. وبقيت الأسطورة تقول: كتاب تحوت ليس كتابا، إنه امتحان، ومن يطلب الحقيقة المطلقة يضيع نفسه. هل تظن أن هذا الكتاب ما زال مدفونا في مكان ما؟ أم أن الكهنة دمروه قبل أن يصل إليه أحد؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك لتصلك المزيد من أسرار وأساطير الحضارة المصرية القديمة.